السودانيين في الإمارات مو بمجرد مقيمين عاديين، لكنهم شركاء في بناء الماضي والحاضر. ومن أبرز الأسماء اللي صنعت فرق كبير السني بانقا أول مدير لبلدية أبو ظبي، وكمال حمزة من الرعيل الأول في بلدية دبي، بدري الياس أول مدير لدائرة تخطيط المدن في العين. وما كان شغلهم مجرد عمل إداري فقط، ولكن إسهام حقيقي في نهضة الإمارات للي وصلت له اليوم. حتى أن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي كتب في تغريدة أن دبي لا تنسى المخلصين، ومشير بدور كمال حمزة اللي قاد بلدية دبي على مدار 24 عام وساهم في تأسيسها. ودائما قادتنا يقدرون هذا العطاء وما يترددون في حضور مناسبات السودانيين وتقديرهم وتكريمهم. وبالفعل هذا اللي سواه الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارجة يوم حضر إحدى احتفالاتهم وكرم الطلبة المتفوقين والخريجين. السودانيين في الإمارات مو بمجرد جالية، ولكنها جزء من قصة نجاح دولة الإمارات. والحين يا دوركم تخبروني عن سودانيين عايشين في الإمارات ومبدعين ومميزين في مجالات مختلفة. اكتبونا في التعليقات.